يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واغلى متابعين، او صباح الفل لو بتشوفوني بالنهار. صباحكم كله هنا وورد وسرور وكل حاجه حلوه زي قلوبكم الحلوه. متنسوش بقى اختكم بدعوه حلوه من قلبي كده، وكمان لايك حلو لو اول مره بتشوفي قناتي. انا اختك اسراء، فضلا منك وليس امرا. اشتراك كده جميل ولايك حلو كده. اللايك يا بنات اول ما بنزل فيديو بتحطوا لايك، ده بيساعد ان الفيديو يتشاف اكتر. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده بصوا، كوبايه نسكافيه كده عشان نفوق ونصحصح كده. ال- المضرب ده انا لسه جايباه جديد. عايزه اقول لكم هو عملي مش وحش. مش بطال، سعره رخيص جدا جدا، يعني 55 60 جنيه حاجه كده، اللي هو عبيطه جدا. بيشتغل بالحجاره عادي. بس عملي حلو قوي. ده من ضمن الحاجات اللي انا جبتها وقلت لكم اوريكم انا اشتريت ايه الفتره الجايه، بس ما قدرتش بصراحه ما استخدموش. حبيت ان انا استخدمه كده واعمل كوبايه نسكافيه حلوه كده عشان افوق معاكم، لاني حرفيا ما كنتش قادره اعمل اي حاجه. سناني يا بنات، طبعا انتوا قايله لكم الفيديو اللي فات ان سناني تعباني شويه، فادعولي كده لاني يعني الحمد لله على كل حال. بس مش عارفه والله يا بنات، يعني سنتي قايمه عليا كده، وهو الدكتور كان عاملها لي عصب وبتاع وكلام من ده. وبعدين بقى يعني حاسه ان فيها حاجه عامله حيل كده يا بنات، مش عارفه. يعني حاسه ان فيها خراج، فيها مشكله، بس مش عارفه ايه هي. يعني واخده مسكن ومضاد عشان اسجل لكم الفيديو قسما بالله ما عارفه اتكلم ولا عارفه اعمل حاجه. اول ما مفعول المضاد والمسكن اشتغلوا حسيت ان انا بتعامل عادي وعارفه اتكلم. سجلت الفيديو على طول. طيب بصوا بقى، انا اول حاجه كده عملت كوبايه نسكافيه. غسلنا المواعين دي من بالليل عشان اكون واضحه معاكم. المواعين دي من بالليل، بس انا بقى حبيت اغسلها بالليل معاكم كده وانشطكم ونعمل رغاوي وحاجات حلوه بقى زي كده. عايزه اقول لكم انا موضوع الرغاوي ده بيفرق معايا قوي قوي. بحس ان انا نفسي باخد باور وطاقه كده ان انا اشتغل قسما بالله. بتفرق معايا قوي قوي. فلو كنتي بقى وصلتي لحد هنا متنسيش اختك بلايك حلو منك كده. تعليق جميل والله يا بنات، تعليقاتكم كلكم على راسي من فوق. جديد وقديم عندي في القناه. يعني كل اخت جديده دخلت عندي في القناه، كل بنت دخلت عندي في القناه، انا بشكركم من كل قلبي على ثقتكم الغاليه وحسن ظنكم فيا. ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما، ويا رب كده نكون مع بعض دايما والقناه تكبر بيكم. انتوا عيلتي الصغيره، بكره العيله دي تكبر معاكم ان شاء الله باذن الله. عمري ما هنسى يعني اول ناس كده كانوا معايا في بدايه قناتي كده. دول ما يتنسوش طبعا، دول اللي ادوني طاقه كده وادوني حماس وشجعوني، وقفوا جنبي. بفضل ربنا وفضلكم انا القناه دي مخليه نفسيتي في حته تانية. اقسم بالله زي ما بقول لكم يا بنات انا مبسوطه قوي قوي، واليوم اللي ما نزلش فيه فيديو انا ببقى متضايقه. بحس ان انا ناقصني حاجه كبيره قوي قوي، ناقصني كلام حلو منكم، ناقصني تشجيع، ناقصني لايك حلو، ناقصني اشوف الفيديو عمل مشاهدات قد ايه. لا الفيديو ده واقع، لا اشد حيلي الفيديو الجاي عشان الفيديو الجاي بقى احلى. بصوا، انا كل حاجه بتفرق معايا في القناه. ما بزعلش خالص خالص لو كنت تعبانه في فيديو ما جابش مشاهدات كويسه. بالعكس بيبقى عندي اصرار اكتر ان انا اكمل، ولو جاب مشاهدات كويسه فده برضو حافز ليا بيخليني ان انا اكمل اكتر واكتر، فاهميني؟ فكل حاجه بتبقى بسطاني بجد معاكم. طيب انا كده غسلت بقى شويه المواعين الحلوين اللي كانوا موجودين في الحوض، والحله دي عايزه اقول لكم الحله دي عندي بقى لها 12 سنه من اول ما اتجوزت. وطلع عينها وهلكت معايا وكانت ملسوعه، يعني كنت بعمل فشار فيها وكده وانا قلت لكم قبل كده، ونسيتها على البوتاجاز، نسيت خالص. فاتحرقت من بره ومن جوه. حاولت بقدر الامكان انقذ ما يمكن انقاذه بقى منها، فاللهم لك الحمد يعني انقذت منها شويه. شكرا على ردكم عليا الفيديو اللي فات، قلتولي على الحله التيفال. انا طبعا قلت لكم الحله التيفال عندي يعني من بره كده ما فيهاش اللمعه بتاعت التيفال الحلوه دي. فانا كنت قايله لكم ان انا كنت بستخدمها او بغسلها بطريقه خطا يعني، او مش مظبوطه. اللي هو كنت بجيب سلكه وادعك بقى، عارفين؟ اللي هو بطلع طاقتي كلها في الحله، وانا ما اعرفش ان ده غلط على التفال. ما كنتش لسه اعرف، يعني المفروض كده انا لسه عروسه جديده يقولوا لي بقى ان خلي بالك من الحلل ما تغسلهاش بسلك الكلام ده كله. فعايزه اقول لكم من بره بقى ما فيهاش اللمعه اللي هي. فناس قالت لي يعني لا، ان حصل معاها نفس الموضوع وخلاص الحله بتبقى مطفيه بقى لان انت كحتي فيها، بتبقى مطفيه خلاص شكرا كده. فربنا يكرمني كده ويوسع رزقي ويوسع رزقكم جميعا ويحسن ما بين ايدينا يا رب، ويدينا ونزود ونجيب حاجات احلى واحلى ونجيب حاجات جديده وبصوا الحياه حلوه.
نعيشها بكل تفاصيلها كده يا بنات. يعني اللي هو انا النهارده معايا على قد يومي، على قد دنيتي، همشي يومي باللي معايا، مشي يومك باللي معاكي. انا الاسبوع ده مضغوطه، مش معايا فلوس تمشي دنيتي كتير قوي. يعني الدنيا كده ضيقه معايا الاسبوع ده، الدروس خدت مني كتير. لا قدر الله حد تعب يعني من الولاد، انا تعبت فروحت كشفت زي كده، يعني ضرسي وجعني فراح للدكتور، فده حاجه غصب يعني، فاهميني؟ دي حاجة يعني ربنا يشفينا جميعا، بتبقى لا إرادية بقى، يعني خارج إرادتنا كده. فربنا يوسع رزقنا جميعا، نحاول نمشي نفسنا باللي معانا، نقول الحمد لله احنا أحسن من غيرنا كتير. بجد احنا أحسن من غيرنا كتير. مهما كان عندك مشاكل، أنا عارفة إن كلنا بيبقى عندنا مشاكل، كلنا بيبقى عندنا ضغوطات، نفسيتنا مش أحسن حاجة. بس مهما كان عندك مشاكل، مهما كان مضغوطة، مهما كان فيكي ايه، انت احسن من غيرك كتير حقيقي والله يا بنات. بكلمكم من كل قلبي، بكلمكم اخت لاخواتها البنات، يعني انا بكلمكم كاخوات مع بعض. ده اللي بقوله لاختي، ده اللي بقوله لمامتي، ده اللي بقوله لنفسي مهما يئست ومهما زعلت. بقول بكره احسن، اللي جاي احسن ان شاء الله. انا احسن من غيري، غيري مش لاقي يعني 4 حيطان يداروه، غيري مش لاقي لبس كويس، اكله كويسه. الحمد لله ولادي حواليا، اهلي كويسين. طالما صحتنا بخير واللي حوالينا بخير، يعني تروح الدنيا باللي فيها. صدقوني بجد بأمانة، كله فدا أي حاجة غالية علينا، يعني كله فدا أي حاجة. طيب بصوا بقى، أنا الحيطة دي غلبت فيها غلبت فيها الحيطة اللي ورا البوتاجاز دي، والله يا بنات زي ما بقول لكم كده. أنا بيضتها طبعا معاكم من فترة يعني من شهور كده، بيضتها معاكم، وبرده الزيت رجع يطرطش تاني والدنيا رجعت تبوظ تاني. فالحيطة دي بإذن الله إن شاء الله كده بفكر لها في فكرة كده، قلت لأختي كده يعني، قعدت معايا وقلت لها فكر لي في فكرة للحيطة دي، احنا لازم نشوف لها حل. فقالت لي اصبري ربنا يكرمك وتظبطي المطبخ كله. فقلت لها ما هو ربنا يكرمني ويوسع رزقي مفيش مشكله، بس يعني لا انا عايزه دلوقتي كده اشوف لها حل عشان يبقى شكلها احلى في التصوير، يبقى شكلها حلو. انا عموما لو مش بصور، انا مطبخي ده اهم حاجه في بيتي، يعني دي معلومه ليكوا من زمان من اول ما اتجوزت. مطبخي ده اهم حاجه في البيت كله عندي. فكنت بحب مطبخي جميل جدا، وبحاول اجمله بقدر المستطاع على قد ايدي وعلى قد اللي معايا وعلى قد اللي اقدر اعمله. ممكن انا ما اقدرش اعمل اكتر من اللي انا بعمله دلوقتي، في اولويات، في حاجات اهم. مش هاجي على حاجه عشان المطبخ يبقى حلو. الكلام ده لو انا ربنا بقى موسع عليا والدنيا تمام وزي الفل، فهظبط مطبخي وهجيب جديد وهعمل كل بقى اللي نفسي فيه. حلو. بس انا دلوقتي بحاول بقدر الامكان امشي الدنيا. طب بصوا يا بنات، انا بقى عشان ما نتوهش من بعض، السمنه دي يعني نوع جديد انا ما جربتوش قبل كده. تمام. عايزه اقول لكم انها نازله عرض بيم، برضو انا بيم عشان اخويا شغال فيه، فبجيب منه حاجات كتير او بعرف العروض اللي فيه اغلبيه الوقت. دي عامله 45 جنيه، ما شاء الله اللهم بارك. يعني هتقعد معاكي فتره، انا ما جربتهوش لسه. دي هتقعد معاكي فتره كويسه جدا جدا. كنت كمان جبت الكرشه دي 2 كيلو. 2 كيلو عامل 180 جنيه. انتي لو جبتي كيلو بصوا هيغرق لك الدنيا، هيعمل لك حله محترمه معتبره. بس انا جبت 2 كيلو. كيلو ليا وكيلو لماما، قلت هعمل كله بقى طالما انا هوسخ الدنيا عندي وكده، فانا هعمل كله بالمره وانزل لماما. فميزانية 90 جنيه في يوم عملنا أكل. عندك القوطة أكيد في التلاجة موجود، قوطة عندنا كلنا مهما كانت غالية برضو القوطة لا غنى عنها، فموجودة. عندك قوطة، عندك بصل، عندك كل الحاجة اللي انت هتستخدميها فيها. هي الكرشة اللي تجيبيها 90 جنيه، ميزانية 90 جنيه اللي هو يعني مش حاجة أصلا خالص تماما. وعايزه اقولك هتعملي اكله حلوه مختلفه، جميله جدا. بنستناها من العيد للعيد بقى، يعني احنا بنستنى الاكله دي من العيد للعيد ومن السنه للسنه. لا احنا نعملها لاولادنا بقدر المستطاع. انا جايبه والله الكيلو ب90 جنيه، ما شاء الله. بصوا شكلها منوره ازاي. طيب بصوا بقى انا عملت ايه. انا غسلتها عند ماما حلوه قوي قوي، يعني انا جبتها واول ما جبتها طلعت على مامتي. فبصراحه قلت انا هغسلها واطلع اكمل معاكم بقى ايه، واصور معاكم وانا بغسلها برضو واقول لكم عملت ايه. غسلتها حلو قوي قوي عند ماما، كان فيها دهون زياده شلتها. كان فيها رمله طبعا لازم تتغسل حلو قوي قوي قوي. الكرشه لازم تتغسل مره واثنين وثلاثه ومليون، والله يا بنات يعني لازم تتغسل حلو قوي لحد ما تلاقي الميه بيضه كده ومنوره وشفافه تشوفي وشك فيها. حلو. طيب انا غسلتها ونقعتها في خل وليمون، وما بحطش اي حاجه تانية، خل وليمون بس.
حطيتها في ميه سخنه بتغلي، وقعدت بقى ان انا اعمل فيها واكحتها حلو لحد ما كل بقى الحاجات اللي فيها اتشالت. عايزه تشيلي الطبقه دي شيليها. انا لو الطبقه دي فاتحه زي ما انتم شايفين كده ما بشيلهاش عادي جدا جدا. طب لو الطبقه دي غامقه، لا، بحطها في ميه بتغلي واقعد اكحت فيها. بقعد بقى في الصاله وافضل بقى اكحت فيها بالسكينه حلوه قوي لحد ما تنضف تبقى زي الفل. بس عايزه اقول لكم ايه، اللهم بارك، نظيفه زي القشطه يا بنات والله، وشكل وطعم ولون وكل حاجه كل حاجه، وتوفير كمان. يعني 90 جنيه لو عملتيها، لو انتي بقى ولادك بيحبوها زي ولادي كده، تمام، هتبصوا هتغرق الدنيا عندك. جبت حله بقى، غليت الميه حلوه قوي قوي، وطبعا غسلتها زي ما قلت لكم مره واتنين وتلاته ولحد ما تقول يا بس معاكي. ونقعتها في خل وشويه ليمون. والميه اول ما غليت بقى نزلت فيها كرش على طول. بصي الكرشه بتاخد سوا يعني صبرا عليها كده، نصبر عليه. الكرشه بتاخد سوا معانا، فهتسيبها براحتها لحد ما تمسكي واحده فيها كده. يعني انا ممكن تقعد ساعه على النار. انا قعدت معايا كده ساعه على النار، على حسب، لو الذبيحه صغيره شويه ممكن ساعه الا ربع تلاقيها زي الفل معاكي، نص ساعه تلاقيها زي الفل معاكي. كان عندي شويه غسيل كده برضو قلت اطبقه معاكم. يعني مش كتار، كان شويه غسيل بساط كده، وكانت الدنيا رايقه عندي وما عنديش حاجات كتير عايزه تتعمل. الدنيا لذيذه كده، الدنيا مرحه معايا. كنت قايله لكم ان شاء الله اشارك معاكم مذاكره الولاد الفيديو الجاي اللي هو الفيديو ده، بس معلش انا اسفه حقكم عليا. الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله نقعد بقى اوريكم بعمل ايه معاكم، هوريكم بنمشي ازاي، خطواتنا ايه، دنيتنا ايه. هشارككم كده روتين يومي مختلف. وبرضو انا بحب اشارك معاكم ميزانية يومي او ميزانيتي عموما، عشان ندي افكار لبعض. بحس ان انتوا بتحبوا افكار الميزانيات قوي، دي بتفرق معاكم. فانا بحب اديكوا افكار كده حلوه وانتوا تدوني افكار حلوه. وعلى فكره لما بتقولوا لي مثلا لا دي غاليه يا اسراء، يعني مش حلوه دي مقاطعه، انا بستفاد من كلامكم جدا بجد، بتعلم من كلامكم جدا. وببقى عارفه ان انتوا بتقولوا لي ده عشان مصلحتي، يعني انا متاكده من دي مليون في الميه. فشكرا ليكم بجد من كل قلبي والله، من كل قلبي. ربنا يجازيكم كل خير، ويكبر خواطرنا جميعا، ويريح قلوبنا يا رب، ويصلح حالنا يصلح حالنا يصلح حالنا، ويخلينا في احسن حال طول الوقت. ربنا يخلينا في احسن حال، وطول ما حالنا كده زي الفل ومتيسر الدنيا بتبقى تمام معانا يا بنات والله. جبت بصلايه بقى كده وحطيت عليها شويه ملح شويه فلفل اسود، هدعكها بقى بايديا. انا بصراحه بحب ادعكها بايديا حلو قوي قوي، بحيث ان انا ايه، البصلايه يدخل فيها كل حاجه، الملح الفلفل بكل حاجه. طيب هتعملي ايه بيها؟ هنزلها كده في معلقه سمنه واشوحها حلو وانزل على الكرشه. بس الاول عايزه اوريكم بقى هنا الكرشه بعد ما استوت، اللهم بارك، جميله جدا جدا جدا. هصفيها بقى من الشوربه بتاعتها دي خالص. وبعدين زي ما قلت لكم نزلت بقى البصلايه في السمنه وشوحتها مع قرنين فلفل حلوين لو انت بتحبيها سبايسي زي كده. تمام. نزلت الكرشه خدت تشويحه بقى، ونزلت الطماطم عليها ملح وفلفل وشكرا خلصنا. هنغرف بقى الاكل كده بعد ما القوطه اتسبكت حلوه قوي قوي وطعمها بقى زي السكر يا بنات. عايزه تحطي معلقه صلصه طماطم عشان الصلصه تبقى اتقل من كده مفيش مشكله، بس انا بالنسبه لي كده زي الفل الحمد لله. وده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير وتعليق حلو منك لاختك. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي يا بنات.